هلو هلو يا حبايب قلبي، جاهزين علشان نفجر عالم الروايات بقصة تحفة مليانة مغامرات، وهتعيشنا مع أبطالنا أجمل الأوقات. هنضحك على غيرة البطل وهندوب في رومانسيته، هنزعل مع زعلهم، والأكيد طبعا مع حكايات إيمان هنفرح في نهاية قصتهم. ودلوقتي يلا بسرعة اربطوا الأحزمة علشان نخترق عالم القصص ونشوف قصتنا. ودلوقتي نقدر نقول يلا نبدأ. بطلة روايتنا فجر فجأة لقيت اتنين شكلهم غريب، أخدوها وركبوها عربية وراحت لفيلا كبيرة جدا. مش عارفة هي رايحة فين، ولا يا ترى هما يعملوا فيها ايه. كان واقف بدر بيه، أكبر زعيم مافيا في البلد. فجر هاشم الدمنهوري. أيوة، أنا أنا فجر. ممكن تقولي أنت جايبني هنا ليه؟ أنا عايزة أرجع تاني لبيتي والبابا والدادة. ممكن لو سمحت. شش، أنا ما بحبش شغل العيال الصغيرة ده، ويا ريت تنسي تماما أبوكي والدادة وأهلك. خدوها على القبو. أخدوها في القبو. كان شكله مخيف جدا ومظلم. فجر كانت عمالة تعيط وكانت بتترعش جامد قوي، ومش عارفة يا ترى مصيرها ايه في المكان الغريب المريب ده، ويا ترى الأشخاص دول عايزين منها ايه. فضلت حاضنة نفسها بإيديها وهي بتفتكر الدادة أطيب قلب عليها. أما والدها كان قاعد وما كانش يعرف أي حاجة، وما يعرفش حتى إن بنته اتخطفت. كان بيقرا الجورنال كالعادة. دخلت عليه الدادة اعتماد، اللي أول ما دورت على فجر ما لقيتهاش موجودة في البيت. طلعت تجري بكل لهفة وهي مخضوضة جدا عليها. يا بيه، يا بيه. ايه ده؟ هو انت ازاي تفتحي الباب كده وتدخلي وتجري بالمنظر ده؟ ايه هي وكالة من غير بواب؟ ازاي ما تخبطيش على الباب قبل ما تدخلي؟ انا اسفه يا سعاده البيه، بس انا قعدت ادور على فجر مش لاقياها، مش موجوده في الفيلا كلها. انا خايفه عليها يا بيه، تكون راحت فين بس؟ البنت اختفت من مكان. نعم، يعني ايه اختفت؟ تلاقيها هنا ولا هنا؟ ما انت عارفه هي بتحب تهزر مع بتوع المطبخ، اكيد مع الخدم تحت. دوري عليها كويس. والله العظيم دورت مش موجوده يا سعاده البيه. انا خايفه عليها، دي بنت طيبه قوي وملهاش في اي حاجه، وعمرها ما خرجت من الفيلا لوحدها. الو، بتقولوا ايه؟ معقول خطف بنتي انا وانتوا ايه قاعدين ملكوش اي لازمه؟ يا لهوي، فجر اتخطفت. مين اللي خطفها يا سعاده البيه؟ ارجوك ارجوك تدور عليها وترجعها تاني البيت. البنت يا عيني حرام، اكيد دلوقتي خايفه ومرعوبه. ارجوك يا سعاده البيه رجعها البيت تاني. رد عليها بكل قوه وبكل قسوه وقال: خلاص، ايه هتخافي على بنتي اكتر مني؟ وبعدين عادي، شغل المافيا كده. انا اخطف مرة هما يخطفوا مرة، ده شيء طبيعي. حرام عليك، حسبي الله ونعم الوكيل. كنت عارفة ان قلبك قاسي وانك هترمي بنتك زي ما رميت مراتك زمان لبتوع المافيا وقتلوها. حسبي الله عليك. اما بدر دخل عليها هو ورجالته. اول ما شافها عمالة تعيط قرب عليها وقال: بطلي عياط كتير يا حلوة. بصي بقى، انتي من النهاردة بقيتي بتاعتي، بقيتي ملك بدر البحيري. بصي يا حلوة، دلوقتي ملكيش غير حل واحد، ان انا اكتب كتابي عليكي، يا اما هستخدمك وتكوني ليا لوحدي. ها؟ لا ارجوك، ارجوك لا، انا مش هينفع، مش موافقة ابدا. انا مستحيل اتجوزك ومستحيل تستخدمني كده. لو سمحت ارجوك روحني البيت بابا ارجوك. مش هتروحي من هنا، وخلينا نتكلم ككبار. انا عايزك، يعني انت عجبتيني ودخلتي دماغي، وما عنديش غير الاوبشنين دول. يا ريت تختاري اي واحد منهم، وانا برجح الحلال اكيد. ايه رأيك نكتب كتابنا النهارده يا حلوة؟ شكلك موافقة. السكوت علامة الرضا. يلا هاتوا الاوراق بسرعة. يلا يا حلوة، الاوراق في ايدك، تقدري تمضي عليها. وقتها هتكوني حرم بدر البحيري، وهيكون معاكي حصانة محدش يقدر يلمسك ولا حد يقدر يجي جنبك. وفعلا مضت فجر بسبب انها كانت بتبصله وكانت خايفة منه جدا، واختارت الحلال. مبروك،
ألف مبروك يا حرام بدر البحيري، انت النهاردة عروستي، هتكوني أجمل عروسة في الدنيا. عمري ما هكون عروستك، وعمرك ما هتلمسني. أنا وافقت بس علشان ما ينفعش أكون مع راجل غريب في بيت واحد وما كنش مكتوب على اسمه. لكن هتطلقني، أكيد هتطلقني، فاهم؟ ضحك عليها وقال أطلقك ده على جثتي أو بمزاجي، وقت ما أزهق منك أكيد، وأوعدك إني هطلقك وارميكي. يلا يا حلوة، تكير دلوقتي. وسابها ومشي، والرجالة كانوا وراه وماسكين المسدسات. أما فجر كانت قاعدة مصدومة. أنا أنا إزاي عملت كده؟ إزاي مضيت؟ إزاي وافقت أصلا إني أبقى مراته؟ مرات شخص زي ده؟ قاتل؟ لا، مستحيل. وبعد شوية دخلت عليها ست غريبة جدا ومكشرة وشكلها مخيف، ومعاها في ايديها شنطة. ده فستان الزفاف، بدر بيه قال انك لازم تلبسيه. اتفضلي معايا علشان اوريك المكان اللي المفروض هيكون فيه هدومك. انا مش عايزة البس فستان. لا، لازم تلبسي الفستان، ولو ما لبستيش بمزاجك هتلبسيه غصب عنك. تعالي معايا بالذوق علشان نطلع فوق. حاضر. طلعت معاها. المكان ده مجهز ليكي انت مخصوص. بدر بيه عملوا ليكي انت، وكل مقاساتك هتكون موجودة في الدواليب دي، يعني تقدري تلبسي اي هدوم منهم. ومشيت وسابتها. كانت عمالة تتفرج على الدريسنج، بجد كان جميل قوي وشكله شيك وفي كل حاجة اي بنت تحتاجها، لكنها ما كانتش فرحانة. وبعد شوية لبست الفستان اللي كل بنت بتتمناه، لكن كانت لابساه وهي كرهاه جدا وبتتمنى انها تقلعه دلوقتي حالا. لو كنت خلصتي ولبستي الفستان وجاهزة يبقى يلا بينا، البيه مستنيكي في غرفة النوم. تعالي. حاضر. مشيت على طول. فجر دخلوها اوضته. هو كان قاعد وكان ماسك في ايده كاس وكان بيتفرج عليها من فوق لتحت. قربت منه بكل هدوء وخجل. ايه الحلاوة دي؟ كنت متوقع انك هتكوني حلوة على فكرة. اقعدي. قعدت فجر، لكنها كانت قاعدة على طرف السرير بعيدة عنه جدا، وكانت بتعرق جامد قوي ومكسوفة وبتترعش. انت خايفة مني ولا ايه؟ انا جوزك، أظن احنا كتب كتابنا بالحلال، وانت عارفة الكلام ده كويس. يعني النهاردة ليلة دخلتنا. أرجوك لو سمحت، أنا أنا خايفة قوي ومش مش هينفع تيجي جنبي أبدا، مستحيل. قرب عليها وحضنها، قربها ليه من وسطها. بصي بقى، انت النهاردة بتاعتي، انت حلالي، يعني انت مراتي. تعالي. وفجأة لقيته قدامها أغمى عليه ووقع في الأرض. اتصدمت فجر وقربت عليه. يا يا بدر بيه، يا بدر بيه قوم، هو في ايه؟ انا مش عارفه ماله، يا اللي هنا الحقونا. وقعدت تصرخ باعلى صوت والكل اتجمع واتصلوا بالدكتور. قلت لكم قبل كده هو عنده فشل كلوي، كليته تقريبا اتدمرت بسبب الشرب. هو محتاج كلية تانية، وقلت لكم حاولوا تدوروا له على اي كلية تكون مناسبة، لكن انتوا رافضين، وهو حالته بتتدهور كل يوم. لا، مش هو ده السبب، كله بسبب النحس البومة اللي اتجوزها. أنا عارفة جاب الحقيرة دي منين وجاي يتجوزها، هي السبب. كان وشك قدم النحس علينا. بقولك ايه، موضوع الكلية ده احنا هنتوه عليه ازاي؟ ده مصمم اننا نديله كليتنا. الدكتور ده شكله عبيط ولا ايه؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ مش هنعمل حاجة، كل اللي هنعمله اننا نتهم العروسة البومة دي ان هي اللي وشها نحس، وهو علشان كده تعب. ما هو كل مرة بيغمى عليه وبياخد مسكنات وبيفوق بيبقى زي القرد. يا حبيبي، يا حبيبي يا ابن عمي، انا مش عارفة بس ايه اللي حصل لك ده، كله بسبب العروسة البومة النحس دي، هي اللي عملت فيك كده. يا حبيبي يا ابن عمي، قوم يا بدر، قوم أرجوك. ياسين ابن عم بدر كان واقف من بعيد، عينه ما اتشالتش من على فجر، كانت عجباه قوي. يا ابن المحظوظة يا بدر، ايه الجمال ده، جبتها منين الحلوة دي؟ قرب منها وقال: الا قوليلي يا حلوة، هو انت اسمك ايه؟ انت عارفة انك جميلة قوي. فجر اتضايقت منه وقالت: ابعد عني، او مالكش دعوة،
وما تتكلمش معايا تاني. وانت اصلا مين؟ انا اكون ابن عم بدر، وعموما انا عارف ان بدر ابن عمي تعب بسببك. انت يا وش النحس، انت السبب في اللي حصل له النهارده. وكان بيزعق بأعلى صوت. ايوه يا ياسين، هي الحقيره دي السبب. انا عارفه جابها من انهي داهيه. بقول لك ايه، اوعي بعد كده ترهقيه ولا تتعبيه، لانه اصلا محتاج راحه، وما كانش ليه اصلا جواز. بس هنعمل ايه؟ كله بسببك. وسابوها ومشوا. فجر راحت قعدت جنبه على السرير. كان صعبان عليها قوي، مع انه هو اصلا اكتر شخص اذاها في حياتها، لكنها ما تقدرش تشوف انسان تعبان وتسيبه. كان بيعرق جامد قوي. حطت ايديها عليه وابتدت تمسح له العرق ده بايديها. وفجأة صحي وفاق، واتصدم لما لقاها حاطة ايديها على وشه. وهي كمان اتفاجئت اول ما لقيته فاق، وهو فهمها غلط وافتكر انها كانت عايزة تخنقه. عايزة تخنقيني وتموتيني صح؟ انا عارف، بس ما تقلقيش، انا قاعد على قلبك ومش هموت غير لما تموتي انت الاول. انا اتجوزتك وكنت ناوي تموتني وتخليني اكره حياتي وعيشتي. انا عارفه انت كنت ناوي على ايه، بس انا كنت اقصد. عارف انت كنت تقصدي ايه. امال كنت بتحطي ايدك على وشي ليه؟ بتحبيني يعني مثلا؟ مستحيل، مستحيل تحبيني ولا انا احبك. زقها وقعها على الارض ومشي وسابها. وفجر ما كانتش عارفه تتصرف ازاي ولا تقنعه ازاي انها ما عملتش كده. رجعت تاني على الدريسنج روم علشان تغير الفستان اللي كرهته، ولبست بيجامه كانت متعلقه في الشماعه. اول بيجامه قابلتها وكانت واسعه ولونها غامق. ورجعت تاني على الاوضه. بدر بعد ما فاق نزل تحت لولاد عمه. يا حبيبي يا بدر، سلامتك. وبعدين ازاي يعني يا بدر؟ ما تقولناش انك اتجوزت. وبعدين انت عارف ان الجواز غلط عليك، اي مجهود بيتعبك. ايوه يا حبيبي، وبعدين يعني العروسه البومه اللي انت جايبها دي هي السبب في كل اللي حصل لك. الدكتور بيقول انها وشها كان نحس عليك. ينفع كده يا بدر؟ ده انت قلقتنا عليك والله. طيب بس الدكتور ما قالش كده، انا كنت فايق كويس. الدكتور طلب منكم الكليه. آه، اصل انت عارف يا بدر ان انا يعني بشرب كاسين من كل وقت للتاني وبدخن كتير، فكليتي ما تنفعكش. انت عارف الكلام ده كويس من زمان. اه، طيب وانت يا ياسين؟ هو انا شرحه؟ طب ما انت عارف يا بدر ان انا برضو كنت بشرب معاك في النايت كلاب كل يوم، وكليتي تقريبا متدمره. معقول برضو هديك كليه مستعمله ومستهلكه للدرجه دي؟ هي جدع ما ينفعش. انا هتصرف واشوف لك كليه حد. ماشي يا ولاد عمي، متشكر قوي. بدر، احنا كنا بصراحة عايزين نطلب منك، يعني انا عايز يعني مبلغ صغير كده. عايز 500,000 جنيه، عايز اغير عربيتي. وانا كمان يا بدوري، بصراحة عربيتي ادمت قوي ومحتاجة اجيب عربية تكون موديل السنة. عايزة موديل 2026. ممكن يا بدر لو سمحت؟ طيب، روحوا على الشركة وخدوا الفلوس اللي انتوا عايزينها، وانا هتصل بيهم اخليهم يدوكوا الفلوس اللي انتوا تحتاجوها. بجد شكرا قوي يا بدر. معلش بقى مش عايزين نقعد معاك ونطول عليك، انت لسه عريس. عن اذنك احنا هنمشي. ومشوا على طول. بدر كان عارف ان هما بيستغلوه وبيعملوا اي حاجة علشان ياخدوا فلوسه وبس، لكنه كان صابر وساكت لانه ملوش في عيلته غيرهم هما بس. كان بيقول يمكن ربنا يهديهم في يوم من الايام. رجع تاني على اوضه النوم وكان بيبص لها بغضب. رجع للوش الطبيعي معاها، الوش القاسي. خير، ما نمتيش ليه؟ اصل انا جعانه قوي وانا ما بعرفش انام طول ما انا جعانه. مدام هبه، يا مدام هبه تعالي لو سمحتي. ندى على مدام هبه كبرت الخدم ودخلت كالعاده بوشها الكئيب. دخلت وقربت عليه وقدمت التحيه وقالت: تحت امر جنابك بدر بيه. أؤمرني. قال بدر: عايزكم تجيبوا للمدام أكل، عايز كل الأكلات اللي هي بتحبها تعملوها لها فورا. حاضر، تحت أمر جنابك يا بدر بيه. وفعلا راحت علشان تجيب الأكل. أما فجر كانت بتقول: يا ساتر يا رب، هو على طول مكشر، حتى والناس اللي شغالين معاه مفيش حد فرفوش في البيت ده. وجابوا الأكل وكانت بتاكل بشراهة، كانت بتاكل زي المجنونة لأن بقالها كتير ما كانتش أكلت ولا حاجة، وكانت بطنها حرفيا بتتقطع من الجوع. بص عليها بدر من بعيد وصعبت عليه جدا لأنها كان شكلها جعانة قوي،
وبعد ما خلصت أكل قرب عليها. أكلتي؟ آه أكلت. طيب شبعتي؟ أيوة شبعت. هتنامي؟ أظن انت عارفة ان النهاردة ليلة فرحنا وعروسة وعريس يعني وكده ولا ايه؟ أرجوك لأ. رجعنا للاسطوانة المشروخة اللي قبل كده. وبعدين هنفضل كده لغاية امتى؟ أصل أنا يعني مش متعودة عليك وبصراحة يعني أنا خايفة منك. ممكن لو سمحت ننام النهاردة؟ أنا حتى خايفة أصلا إني أنام جنبك. ليه؟ هو أنا بعض؟ شكلي بيخوف للدرجة دي؟ خايفة مني ليه؟ مش فاهم. أنا ما عملتلكيش حاجة. كل ده وما عملتليش حاجة؟ كفاية تكشيرتك وكفاية اللي عملته فيا في القبو. لا أنا خايفة أنام جنبك. ممكن تسيبني أنام هنا في السرير لوحدي وانت تنام في أي مكان تاني؟ أرجوك. بقولك ايه، بصي بقى، أنا مستحمل دلع من الصبح، دلع ماسخ ما بحبش. خلاص أنا قلتلك أنا جوزك، ومعلش لو كنت بخوف استحمليني شوية يا ست هانم لغاية ما تاخدي عليا وتتعودي. يلا اتخمدي، مفيش ليلة دخلة ولا زفت. ونام على السرير. أما بقى فجر نامت جنبه على طرف السرير، وكانت عمالة تبصله من بعيد، وكانت بتفكر في اللي حصل معاها طول اليوم. راحت وقفت بعيد، بصت من الشباك قد ايه الفيلا جميلة ومريحة. كانت بتحلم طول حياتها في فيلا زي دي، تعيش فيها مع شريك حياتها اللي بتحبه ويحبها. لكن مع الأسف هي مخطوفة، وراحت نامت جنبه على طرف السرير وغرقت في النوم لأول مرة. في صباح يوم جديد صحي بدري من النوم، بص جنبه ملقاش فجر. اتخض جدا وقام من على السرير وبص حواليه، لقاها موجودة لكن كانت بتعمل تمارين رياضية على الصبح. استغرب جدا وكان بيبص لها بكل تعجب. ايه صباح الخير، انت هتفضل قاعد مكانك؟ هو كل ده نوم؟ احنا بقينا الساعة 7 الصبح، انا متعودة اصحى الساعة 5 الفجر. طب وانا مالي؟ ما تصحي، عايزة تلعبي رياضة ما تلعبي في الجنينة، لازم تفتحي النور وتصحيني؟ ايه القرف ده؟ لا، علشان انت شخص كسول، علشان كده انت على طول عصبي ومتضايق، وعلشان كده بتشرب كتير. عارف لو عملت رياضة معايا كل يوم مش هتشرب. هو انت جاية تنصحيني هنا؟ حد جايبك هنا يعني عشان تبقي معلمة بتاعتي ولا مربية وجاية تربيني يا ست هانم؟ بقولك ايه، ما تصدعينيش على الصبح وبطلي دوشة وطفي النور. لا مش هطفي النور ومش هسيبك تنام. يلا العب 10 ضغط ووريني هتعرف ولا لا يا شاطر. كان بيتحداها وفعلا عمل 10 ضغط وبكل سهولة. استغربت جدا لكن ضحكت وانبسطت ان هو قدر فعلا يعمل ضغط. كانت بتحاول تخليه يلعب رياضة علشان يقلل المشروب. برافو ممتاز. ها ايوه يا بنتي، انا بلعب رياضة من زمان، بس موضوع الشرب ده هو اللي كان مأثر عليا. اديني عملت اهو 10 ضغط ووريتك. يلا اعملي 5 بس ضغط ووريني هتعرفي ولا لا. 5 بس؟ انا اقدر اعمل 20 او 50، انا اصلا رياضية. يلا هي عد ورايا. 1 2 3 4 5. فضل يضحك عليها. هو ده اللي عاملة فيها شبح وعمالة تقولي بلعب رياضة كل يوم؟ ده انت هنكتي من اول 3 عدات، والله عيب عليكي. يلا قومي. اصل انا بقالي فترة يعني موقفة رياضة. الكسفة اللي انت فيها دي يا حازم. بقولك ايه، انا خلاص بطلت العب رياضة لما انت غلبتني. ضحك جدا عليها بدر. اول مرة تشوف ضحكته، انبهرت لما شافت ابتسامته الجميلة اللي خطفتها وسحرت قلبها. أول مرة تشوفه مبتسم. وبعد ما خلص أخد الشاور بتاعه وغير هدومه وراح على الشركة بتاعته، وكان مشغول جدا طول اليوم. وبعد شوية افتكرها وافتكر وهي واقعة في الأرض ومش قادرة تعمل ضغط، وكان عمال يضحك عليها. استغرب نفسه، البنت اللي خطفت تفكيره وقلبه دي. يا بدر بيه، أنا آسفة جدا علشان أزعجت حضرتك، بس الأستاذ هشام الأنصاري بره وعايز يقابلك. خليه يدخل. وأول ما دخل قال ها، معقول انت اتأخرت قوي؟ أنا كنت مستنيك من زمان. يومين يا جدع، معقول يومين؟
وما تسألش حتى عن بنتك المخطوفة، والله عيب. اوعى تفتكر اني هسكت عن كل اللي حصل، وانك تاخد بنتي من نص بيتها بالشكل الغريب اللي انت عملته. انت اخدت بنتي، وانا ممكن اخطف اي حد عندك، انت عارف كويس قوي شغل المافيا عامل ازاي. بس انا مش حابب اعمل كده. قولي، البنت فين؟ يلا عشان ترجعها معايا في البيت. اما بقى بدر اتكلم بهدوء. طيب انت ممكن تقعد علشان نتكلم بكل هدوء، بدل ما انا اتعصب، وربنا ما يوريك عصبيتي، حاجة وحشة قوي وبشعة. قعد هشام وقال: اديني يا سيدي قعدت. يلا اتفضل هاتلي بنتي. اللي انت عملته ده غلط وما يصحش. انا عايز بنتي ترجع معايا البيت، والا هتصل بالبوليس واقول له عن كل حاجة وكل الصفقات. انا ما عنديش مشكلة تتصل بالبوليس، بس انا عندي اقتراح احسن. الصفقة الكبيرة اللي ب5 مليار دولار انت ممكن تاخدها. هو بعدين على فكرة، انت نسيت تقولي مبروك، علشان انا دلوقتي بقيت جوز بنتك، ولا ايه؟ اتصدم وقال: ايه ده؟ انت رحت اتجوزت البنت من ورايا؟ انت ازاي تعمل كده؟ وبعدين بخصوص الصفقة يعني، ده مقابل الجواز، فانا ما عنديش مشكلة. المهم عندي الصفقة تتم، واللي انا اللي اخدها. انا ما عنديش اي مانع انك تاخدها، وده يكون مهر بنتك. انت عارف بنتك تستاهل كل خير، مش زيك تماما. انا مش عارف. بس فعلا المقولة اللي بتقول يخلق من ظهر الفاسد عالم، دي مقولة حقيقية. انت ازاي تبيع بنتك كده؟ انا ابيع اي حاجة علشان خاطر الفلوس. انا بعز الفلوس قوي، وانت تعرف الكلام ده كويس. علشان كده انت ذكي ودخلت لي من الحتة دي. فانا ما عنديش اي مانع انك تاخد البنت مقابل الصفقة. انا كمان موافق. بنتك بقت خلاص مراتي، يا ريت تنساها. والله انا مستحرم ازاي بنت بالطيبة وبالاخلاق دي تكون بنت راجل زيك. اكيد طالعة لوالدتها، اكيد كانت كويسة. مشي على طول اول ما سمع منه الكلام ده. بدر من كل قلبه اتضايق جدا على فكرة انها اتباعت بالشكل المهين ده. اما بقى في البيت في الجنينة، كانت فجر طول اليوم. كانت فرحانة بالفيلا، وكانت عمالة تتمشى وتلعب رياضة فيها. الفيلا كانت قصاد البحر، وكانت طول الوقت بتستمتع بالجو الجميل. فجأة دخلت عليها بنت عم بدر وقالت: أنا على فكرة نسيت أعرفك بنفسي. أنا اسمي هند، بنت عم بدر. وعلى فكرة أنا وبدر كنا هنتجوز قبل ما يجيبك هنا الفيلا ويتجوزك، وتبقي وش النحس عليه ويتعب بالشكل ده. قبل ما يشوف وشك ما كانش تعبان كده، سبحان الله. ما هما بيقولوا الستات اقدام، وانتي قدمك نحس. على فكرة اوعي تكوني فاكرة ان انا مش فاهمة اي حاجة، واني مش فاهمة ان انتوا مستخسرين حتى تدوا لابن عمكوا كليتكوا، انتي ولا اخوكي. هو فاكرين ان انتوا مش باينين؟ لا، وضعكوا باين وفايح قوي، وريحته وحشة كمان. اخرسي. هو احنا زيك واحدة رخيصة، واحدة ابوها باعها بالرخيص. اللي انا عرفته من السكرتيرة ان ابوكي النهاردة باعك بشوية ملاليم، شوية فلوس. يعني انت هنا المفروض تكوني خدامة. اوعي تفتكري ان في يوم من الايام بدر هيكون ليكي. ايه ده؟ هو في ايه؟ بتعيطي ليه يا فجر؟ هو في ايه يا هند بالظبط؟ انتوا بتتخانقوا؟ ردت هند وقالت: لا، ولا خناق ولا حاجة يا بدر. أصل أنا جاية بتكلم معاها وبعرفها بنفسي وبقول لها اسمي هند وبنت عم بدر. فضلت تتكلم بأسلوب وحش وقالت إن أنا رافضة أديك كليتي. معقول برضو يا بدر أنا أرفض أديك كليتي؟ ده أنا أتمنى إن كليتي تكون مناسبة علشان أديها لك، لكن البنت دي عملتني بأسلوب وحش. والله يا بدر ما حصل. كل اللي حصل إني كنت بتمشى في الجنينة، وفجأة هجمت عليا وقعدت تقولي إن أبويا باعني بالفلوس ليك، وفضلت تتكلم بأسلوب. قطعت كلامها وقالت: دي كذابة. أنا يعني هعرف منين الكلام ده؟ البنت دي بتقول أي كلام، وعلى فكرة هي موجودة هنا علشان توقع بينا. معقولة يا بدر واحدة زي دي هتيجي توقع بينا احنا الاتنين؟ انت عارف انت أقرب شخص ليا. أنا عارف كويس أوي. يلا يا هند، امشي من هنا، روحي على بيتك. انا عارف هي تقول ايه وما تقولش ايه، وعارف انت كمان نيتك ايه كويس قوي من ناحيتي انت واخوكي. يلا امشي دلوقتي، ويا ريت لما تتكلمي مع مراتي بعد كده يكون في حدود، وتتكلمي باسلوب احسن من كده، والا هي لو رفضت انك تدخلي الفيلا دي مش هتدخليها تاني.
مشيت هند وهي مقهورة لأنه نصرها عليها. بص يا فجر، أنا عارف إن انتي يعني أكيد موضوع الجواز ده جه غصب عنك. موضوع أبوكي ده ما تحطيهوش في دماغك، هي أكيد بتقول أي كلام. أنا عارف هند كويس وعارف إنها ضايقتك بالكلام، بس ما تزعليش وخدي بالك الكلام اللي قلته صحيح. لو مش حابة وجودها مش هدخلها هنا تاني. شكرا. بص لها ورجع تاني ورفع حاجبه وقرب من ودانها وقال: ما تشكرنيش، أنا جوزك، ده واجبي. قال كده وكان مقرب منها قوي لأول مرة. حست إن ريحة البرفيوم بتاعته دخلت جوه أعماق قلبها وجوه أنفاسها. حطت إيديها على قلبها وهي مش قادرة تتنفس، وبعدين طلعت على أوضة النوم. ما كانتش تعرف إن بدر كان بيغير هدومه وكان بيجيب حاجة من الدولاب علشان يلبسها. أول ما طلعت لقيته قالع كده. اتخضت جدا واتفاجئت وارتبكت ووشها أحمر بقى زي الطماطماية ولفت وشها بسرعة. أخ، هو إيه اللي حصل ده؟ أنا إيه اللي طلعني هنا؟ إيه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ هو أنت بس يعني حد ينفع يعني يغير في أوضة النوم كده؟ صحيح، أمال هيغير فين؟ قرب عليها بدر وشدها ليه وسحبها من وسطها. انتي مراتي، يعني لو دخلتي عليا وانا كده ده وضع طبيعي، ولا انتي مش فاهمة يعني ايه زوج وزوجة ولا ايه؟ تحبي اعلمك من البداية؟ ايه ده؟ بص هناك، شوفي ايه في على الحيطة. بص بسرعة بدر، ما لقاش حاجة. ضحكت وزقته بعيدة عنها وطلعت تجري بسرعة بكل شقاوة وحب ولطافة. أما بدر فضل يضحك عليها، كان بيقول بينه وبين نفسه: أنا مش عارف انت عملتي فيا ايه، خلتيني أحس إني بتغير وأحس إني عايزة أبقى أحسن. حاسس إني ربنا بعتك ليا في طريقي علشان تكوني خير ليا. وفضلت واقفة بره على الباب وكانت عمالة تضحك من كل قلبها، وكانت حاطة ايديها على قلبها اللي ما كانش عايز يهدى، كان عمال ينبض جامد قوي. وكانت بتفتكر كلامه وقربه ليها اللي يدوخها. قلبها ما كانش عايز يهدى ولا عايز يبطل. ها، خلصت لبس ولا لا؟ بقالي 10 دقايق واقفة بره على الباب. ما كانش بيرد عليها. يعني انت ما بتردش عليا، شكلك غيرت ونمت وانا واقفة هنا بره زي الهبلة. وفعلا فتحت الباب ودخلت الأوضة، وأول ما دخلت لقيته كان غير هدومه بس مغمى عليه وواقع على الأرض. طلعت تجري عليه بسرعة جدا علشان تحاول تفوقه. اتصدمت لما شافته بالمنظر ده. بدر، قوم يا بدر أرجوك. يا بدر مالك بس؟ انت اغمى عليك ازاي ولا ايه اللي حصل؟ انت حالتك ابتدت تتدهور، لازم نشوف حل الموضوع اللي انت فيه ده. يا ناس يا عالم الحقوني. ما كانش حد بيرد عليها تماما. اضطرت تسيبه لوحده في الأوضة بسرعة وتدور على أي حد علشان يلحقها. أول أوضة كانت جنب أوضته كانت أوضة ياسين. ياسين، ياسين الحقني يا ياسين. بدر وقع على الأرض وأغمى عليه، ما بينطقش تماما. تعالى معايا يا ياسين بسرعة نتصل بالدكتور. قرب منها ياسين وحضنها وقال: الله، انت جيتيلي لغاية عندي. كنت عارف انك معجبة بيا زي ما انا اعجبت بيكي من اول ليلة دخلت فيها هنا القصر. بصراحة انا حبيتك وعايزك، انا احسن منه، ده راجل مريض. انت بتقول انت اتجننت؟ انت عايز تخون ابن عمك اللي خيره عليك انت واختك؟ حرام عليك. وبعدين بقولك بدر تعبان، وقع على الارض واغمى عليه، ممكن يكون لا قدر الله يحصل له اي حاجه. لازم نتصل بالدكتور بسرعه ارجوك يا ياسين. لا، خليه يموت ولا يغور حتى في 60 داهيه. على الاقل نكون ضربنا عصفورين بحجر، اكون اتجوزت المزه مراته واكون كمان اخدت كل ورثه. ما هو ملهوش حد في الدنيا غيرنا. تعالي يا حلوه. لكن زقته بعيد وطلعت تجري. ماشي، هفوتها المره دي، بس مش هسيبك، انتي بتاعتي. وطلعت تجري تاني على الأوضة وهي مش عارفة تعمل ايه. هعمل ايه دلوقتي يا رب؟ مش هقدر اشيله وانزل اسوق بيه العربية، ما بعرفش اسوق، وكل الخدم مشيوا النهاردة والحراس مش سامعيني. الدكتور رقمه فين؟ ايوه، دكتور هاشم. دكتور، ايوه هو ده رقمه. الو، ايوه يا دكتور، ارجوك تعالى بسرعة او اطلب الاسعاف. بدر وقع على الارض وشكله تعبان قوي يا دكتور ارجوك. وفعلا ودوه المستشفى. انا اسفه جدا يا دكتور، نزلتك من بيتك في الوقت المتاخر ده، بس قولي هو بدر ماله؟ بدر كان تعبان قوي ووقع في الارض
ومش عارفة ماله. مع الأسف موضوع الكلية ده لازم نتحل. هو كليته اتدمرت تماما، وأنا كذا مرة أقول لولاد عمه، لكن مع الأسف ما كانوش بيهتموا وكانوا بيرفضوا يدوله كليته. أنا أنا يا دكتور هديله كليتي لو كانت متطابقة. أرجوك تشوف الموضوع ده بسرعة. طيب يلا بينا نعمل أشعة ونشوف. وفعلا اديته كليتها. أديني يا ستي أهو، بعد ما صممتي إننا نكمل علاجنا في البيت جبتلك الممرضة وكل الأجهزة لغاية عندك. بس قوليلي انت ليه عملتي كده؟ انت ما شفتيش مني غير كل أذى. ليه اديتيني كليتك مع إن ولاد عمي اللي من لحمي ودمي رفضوا؟ ليه؟ علشان علشان انت جوزي على سنة الله ورسوله، وإن ده واجبي اتجاهك. لازم أعمل كده. أي ست أصيلة كانت هتعمل كده زي ما أنا عملت بالظبط. وحتى لو ما كنتش أنت جوزي كنت هعمل كده حتى لو مع أي حد تاني. ما أقدرش أشوف أي إنسان بيتعذب قصادي وأنا بإيدي أساعده وأرفض إني أساعده، ما بالك بقى جوزي. على فكرة أنا عايزة أقولك على حاجة. أنا أنا حبيتك يا فجر، مش عارف إزاي وإمتى، بس أنتي دخلتي قلبي واحتلتيني. أوعدك إن أنا هصلح كل اللي فات. وفعلا راح سلم نفسه وسلم ولاد عمه كمان، وراح السجن وقضى عقوبته وخرج بعد نص المدة لحسن سير وسلوك. خسر كل حاجة وخسر كل أملاكه، لكن كسب مراته وحب عمره اللي مستحيل تتعوض. حبيبتي وحشتيني قوي يا فجر. أنا النهاردة حاسس إني خلاص اتغسلت من كل ذنوبي. حاسس إن أنا النهاردة أسعد راجل في الدنيا، وأنا معايا أحسن زوجة في العالم. أحسن قرار خدته إن أنا اتجوزتك. أنا كمان أنا أسعد إنسانة في الدنيا. كنت بعد الأيام والليالي علشان تطلع لي تاني بالسلامة. أنا أجرت شقة صغيرة واشتغلت فيها خياطة، هنعيش فيها ونكون أسرة. أوعدك إني هحط إيدي في إيدك لغاية ما نحقق كل أحلامنا. أنا بحبك أوي يا بدر، وعايزة نكمل بقية حياتنا بالحلال وإحنا قريبين من ربنا. بدر كان شغال نجار، أما بقى فجر كانت شغالة خياطة، وخلفوا بنت وولد وكانوا عايشين حياة سعيدة. كانوا طول اليوم بيخلصوا شغلهم وبالليل بيكونوا مرهقين جدا، لكن بيكونوا فرحانين وقلبهم وضميرهم مرتاح، وبياخدوا ولادهم في حضنهم بالليل ويتغطوا ببطانية واحدة ويناموا على سرير واحد بدفى وحب عمرهم في حياتهم ما حسوا بيه غير دايما وهم مع بعض. تولين بنتهم كانت بتقول: ماما يا ماما احكي لنا حكاية زعيم المافيا اللي اتغير. زعيم المافيا اتغير وبقى رب أسرة وبقى راجل كويس جدا وبقى بيحب مراته وعياله. ودي تكون نهاية القصة، قصة رجل زعيم المافيا اللي حب البنت اللي خطفها. عندك حق، زعيم المافيا اللي اتجوز بنت جميلة. البنت دي غيرت حياته، خلتها حياة للأحسن في طاعة ربنا، وخلته بقى إنسان نظيف. أنا بحبك وأنا بحبك. وكده توتة توتة وتكون خلصت الحدوتة. يا رب تكون عجبتكم. أتمنى لو عجبتكم رواية النهاردة يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم إشعار أول ما ننزل رواية جديدة. ألقاكم في رواية جديدة يا أجمل إخوات في الدنيا. مع السلامة.